حرف الألف بخط الرقعة عبارة عن 3 نقاط بعرض أقل من اللي تكتب فيه. حرف الألف يتكرر مع حرف اللام. لاحظوا حرف الألف ثم الجزء الثاني من حرف النون يصبح حرف لام. حرف الألف أيضا يتكرر مع حرف الكاف. لاحظوا حرف الألف ثم حرف الباء ثم ارتفاع بسيط ثم حرف الدال. حرف الألف أيضا هو عبارة عن حرف اللام في بداية الكلمة. هذا حرف الألف أصبح الآن لام، وممكن يصبح كاف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. حرف اللام إذا جاءت ممدودة، مثلا اللام ألف، دائما الجزء الأول منها وهو عبارة عن حرف الألف يكون قصيرا، سواء كانت مفردة اللام ألف مفردة أو اللام كانت ممدودة. لاحظوا هنا حرف الراء ثم الألف من المنتصف، هذا حرف الألف لاحظوا أصبح قصيرا، وكذلك هذا الجزء الأول من اللام الممدودة يكون قصير. اللام إذا جاءت في بداية الكلمة مكررة أو جاءت في وسط الكلمة نفس حرف الألف، نكتب أيضا مثال الليل الألف ثم اللام ثم لام أخرى والياء ثم اللام. لاحظوا هنا اللام جاءت في آخر الكلمة. إذا جاءت اللام في آخر الكلمة متصلة يجب أن يكون الاتصال بالحرف الذي قبلها من المنتصف. مثلا هذه اللام مفردة، إذا جاءت متصلة في آخر الكلمة يكون الاتصال من هنا، مثل كلمة الليل أو مثل أيضا كلمة جبل، جيم ثم باء ثم لام. حرف اللام وحرف الألف في بداية الكلمة ووسط الكلمة وأيضا في آخر الكلمة.